بتبدأ الحلقة مع دنيا وهو في مكتبه، وشيلبي جات له لأنه ما اتصلش بيها، ودنيا عرفها إن هو وكيت هيتجوزوا قريب. بس قبل ما يكمل كلامه شيلبي عرفته إنها جاية له في شغل مش حاجة تانية، وعرضت عليه إنه يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي لأن الجمعية اللي هي فيها شايفين إنه شخص مناسب للمنصب ده. وفضلت تقنعه بإن المجلس المحلي هو بوابته لعالم السياسة، وممكن بعدها يدخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. ودوني قابل كيت قدام مبنى الاف بي اي عشان يروحوا مطعم يتغدوا، وفجأة اتضرب رصاص بشكل عشوائي على المبنى وكلهم جريوا عشان يستخبوا. بعد كده عرفوا ان اللي ضرب رصاص هو قناص في عماره قصاد مبنى الاف بي اي، وكيت جابت بيرس للمكان. وكان القناص سايب السلاح بتاعه في المكان لانه ملحقش ياخده، وكان ضرب 12 رصاصه، بس مفيش غير محققه زميله كيت اسمها نينا هي اللي اتصابت في كتفها. وكيت جابت بيرس لانهم لقوا ارقام كتير مكتوبه على السلاح ومش فاهمين دي ارقام ايه. وبيرس اخد دفتر من واحد من الضباط عشان يكتب فيه الارقام، وكمان على يد السلاح مكتوب رقم 13 داخل شكل معين رباعي الاضلاع. وكمان لقوا ارقام كتير مكتوبه على صندوق الكهرباء اللي في المكان. وكيت كانت فاكره ان القناص عنده حاله هايبر جرافيا، ودي حاله عصبيه بتجبر الشخص انه يكتب ارقام كتير بشكل عشوائي. بس بيرس قال لها ممكن يكون القناص عنده هوس بالحساب، وانه بيحب يعد ارقام كل حاجه، وده نوع من الوسواس القهري وبيكون مصاحبه اضطراب ثنائي القطب والفصام. وبيرس لاحظ ان رقم 13 كان متكرر كذا مره في الارقام، وفسر ده ان المصابين بهوس الحساب بيكونوا مهووسين بارقام محدده دونا عن باقي الارقام. وبيرس راح يشوف المكان اللي المحققه نينا كانت واقفه فيه لما اتصابت، وكيت عرفته ان ساعتها كان موجود جنب نينا زميلها المحقق جيف، وهو اللي وقف النزيف من كتفها. وبيرس اخد باله من جهاز الاشعه السينيه بتاعه الامن، وكان مضروب على الجهاز 10 رصاصات. وجاك رئيس كيت جمع كل المحققين وقال لهم ان ده عمل ارهابي بيستهدف محققين الاف بي اي. لكن بيرس كان عنده راي تاني، وقال ان القناص كان بيستهدف جهاز الاشعه السينيه لانه ضرب عليه 10 طلقات من اصل 12، والمحققه نينا اتصابت لانها كانت واقفه قدام الجهاز. وارد جدا ان القناص يكون عنده اوهام ليها علاقه باجهزه الاشعه السينيه، زي انها مثلا ممكن تسبب في اذيته. ومساعد المدير جاله وقال له ان المحقق جيف اتقتل قدام المستشفى اللي فيها نينا، وطبعا الشكوك اتوجهت ناحيه القناص. بعد كده كيت وبيرس راحوا عند المستشفى، وكيت عرفت ان المحقق جيف كان فوق عند نينا بيطمن عليها، بس نزل تحت عشان يدخن سيجاره، وفجاه اتضربت عليه رصاصه من مسدس عيار 3. وحاليا الاف بي اي معتقدين ان الهجوم اللي القناص عمله على المبنى كان مقصود به المحقق جيف من الاول، ولما جيف ما ماتش القناص جه المستشفى هنا عشان يكمل مهمته ويقتل جيف. لكن بيرس ما كانش مقتنع بالكلام ده، لان القاتل هنا استخدم مسدس عادي، يعني سلاح جريمه مختلف تماما عن القناصه، وبالتالي ممكن ما يبقاش هو نفس الشخص. بس كيت عرفته ان بما ان نينا وجيف كانوا زملاء، فكده مكتب الاف بي اي مقتنع ان القاتل هو شخص بيستهدف محققين الاف بي اي. وكيت والمدير جاك راحوا يبلغوا نينا بموت زميلها جيف، وكان راندي جوزها موجود معاها. وجاك سالها ان كانت شاكه في حد، ونينا قالت له اكيد تومي كاد هو اللي عمل كده. تومي هو متهم في قضيه اتجار بالبشر كانت نينا وجيف شغالين عليها من شهور. ونينا قالت تومي خرج بكفاله لغايه ميعاد محاكمته الاسبوع الجاي، وانا وجيف كنا الدليل الوحيد عليه في القضيه، عشان كده كان عايز يخلص مننا. وكيت اتولت مهمه القبض على تومي. اما بيرس فكان متاكد ان آلة الاشعه هي اللي كانت مقصوده من ضرب النار، وان حل القضيه كلها هو فك شفره الارقام اللي كانت في مسرح الجريمه. بعد كده كيت عملت تحريات عن تومي، وعرفت ان عنده حجة غياب وقت الجريمه لانه كان النهارده في جنازه وسط 50 شخص، بس وارد يكون هو اجر حد عشان ينفذ جريمه القتل. والقسم التقني في الاف بي اي كانوا فرغوا تليفون جيف، وواحد من القسم التقني قال لجيف انهم لقوا رسائل غراميه بين جيف ونينا، وكان واضح انهم كانوا في علاقه مع بعض. وكده الشكوك اتوجهت ناحيه راندي زوج نينا، بانه اكيد عارف ان نينا بتخونه مع جيف فقرر يقتله. وكيت طلبت راندي بحجه انهم بيكملوا شويه تحريات، وحاولت تستدرجه في الكلام، وسالته هو كان فين لما نينا اتضرب عليها نار، وعرفها ان وقتها كان رايح الشغل، بس المستشفى كلموه وعرفوه ان نينا اتصابت. ولما وصل المستشفى كان جيف هناك معاها. وكيت كانت متردده تقول له عن شكوكها ناحيته، وقالت له كان في اشاعات في المكتب بتقول ان نينا، لكن سكتت وما كملتش كلام. وراندي فهم انها تقصد ان نينا وجيف كانوا في علاقه، وطلع ان هو كمان كان بيشك ان نينا بتخونه. وعرفها انه لما وصل المستشفى شاف جيف وهو بيبوسها. وكيت قالت له عشان كده قررت تقتله، وراندي انكر ان هو اللي عمل كده. بس كيت كانت تحرت عن نينا وعرفت ان عندها مسدس من نفس العيار اللي اتقتل بيه جيف، وقالت لراندي الاف بي اي هيفتشوا شقتكم وهيلاقوا المسدس بتاع نينا، ولما هنطبقوا بفارغ الرصاصه اللي اتقتل بيها جيف هيطلع هو نفس السلاح والقضيه هتثبت عليك. وراندي ما قدرش يكذبها وسكت وطلب محامي، يعني هو فعلا اللي قتل جيف. وبالليل المدير جاك كان عايز كيت تكمل تحريات عشان تثبت ان راندي هو اللي ضرب نار اول مره على مبنى الاف بي اي. بس كيت قالت له راندي قرر يقتل جيف بعد ما شافه مع نينا في المستشفى، ومش معنى كده ان هو القناص اللي ضرب نار الصبح على المبنى. بس جاك ما كانش مقتنع بالنظريه دي. في الوقت ده شيلبي راحت لدنيا عشان تكلموا عن الحمله الانتخابيه، وكيت جات لهم ودنيا عرفهم على بعض، وعرف كيت انه هيترشح للمجلس المحلي والجمعيه اللي شيلبي شغاله فيها هتدعمه. بعد كده دوني قال لكيت انه حاسس انه هيخدم المدينه بشكل كويس لو نجح في الانتخابات، وكان عايز كيت تحضر معاه اجتماع عشاء يوم الخميس الجاي جمعيه شيلبي عاملينه عشان يعلن فيه ترشحه، وعايزها تقعد مع شيلبي عشان تديها شويه بيانات،
بس كان واضح ان كيت مش مرتاحه لشيلبي ولا لطريقه كلامها مع دوني. واما بيرس كان بيحاول يفهم لغز الرقم 13 اللي مكتوب على القناصه، وخلى هيلي يجيله عشان يساعده بما انه خبير في علم الانثروبولوجيا اللي هو علم الانسان. بس هيلي ما كانش عارف يلاقي اي معنى للرقم. وبيرس سمع صوت حد بيتكلمه في سماعات مشغل للموسيقى، وطبعا دي تخيلات، وصوت كان بيتكلمه بالالغاز. وقال له انا قاعد في عربيه ب 12 فردة كاوتش، يعني اكتر 3 مرات من الاربع كاوتشات اللي في عربيتك. وبيرس انتبه ان الرقم مش 13، لكنه رقم 1 زائد 3 يساوي 4. الشكل المعين اللي رقم 13 مكتوب فيه له 4 زوايا. وفهم ان كل الارقام اللي كانت مكتوبه هي مضاعفات الرقم 4، لان هو ده الرقم اللي القناص مهووس بيه. وراح لكيت وكتب الارقام اللي كانت محفوره على السلاح، وقال لها هي وجاك ان القناص بيحب رقم 4 مش 13. وكل الارقام اللي على البندقيه لو قسمناها على 4 هتديلنا ارقام جديده. ولو اخدنا الحروف الابجديه اللي بيتوافق ترتيبها مع الارقام دي هتكون لنا كلمه مسدس ELF. والحروف دي هي اختصار لكلمة التردد شديد الانخفاض لموجات الراديو. وعرفهم ان البحرية زمان كانت بتستخدم التردد ده عشان تتواصل مع الغواصات. وفي ناس كتير من المهووسين بنظريات المؤامرة مقتنعين ان الحكومة بتستخدم التردد ده عشان تسيطر بيه على عقول الناس. عشان كده القناص كان بيضرب رصاص على جهاز الأشعة السينية، لأن هو والمرضى اللي زيه اللي بيسمعوا أصوات في دماغهم بيحاولوا يلاقوا مصدر للأصوات دي. وبالنسبة لوجهة نظر مطلق النار، فالموجات الغير مرئية اللي موجودة في أجهزة زي جهاز الأشعة السينية هياها نفس الترددات المنخفضة اللي بتأثر على عقله وبتخليه يسمع أصوات. وكيت قالت لجاك لو بيرس معاه حق يبقى أكيد مطلق النار اتعرض كتير لجهاز الأشعة السينية اللي في المبنى، يعني ممكن يكون واحد من اللي شغالين في المكان. وكيت جابت قائمة بكل أسماء العاملين في مبنى FBI ومعلومات عنهم، وكانت هي وبيرس بيدوروا فيهم. وبعد شوية شيلبي جات لكيت عشان تاخد منها معلومات عن دوني، وقالت لها أنا عايز أعرف لو أنت مخبية أي حاجة ممكن تضر بالحملة الانتخابية بتاعته. وكيت ما كانش عاجبها طريقة كلام شيلبي، لغاية ما شيلبي ذكرت موضوع ان دوني وكيت هيتجوزوا مرة تانية، وطلع ان دوني كان حكى لها عن خيانته لكيت. وشيلبي كان عاجبها موضوع مسامحة كيت لدوني، وكانت شايفة ان دي حاجة هتزود شعبيته. وبيرس راح لكيت وعرفها انه لقى في ملفات ان في موظف ادخال بيانات في قسم الضرائب اللي في المبنى اسمه أليكس وايت كان قدم شكوى إصابة عمل قبل كده بيقول فيها انه تعرض للتسمم الإشاعي بسبب الإجراءات الأمنية على باب المبنى. وكيت وبيرس راحوا الشقة اللي ساكن فيها أليكس، وخلوا صاحبة البيت تفتح لهم شقته بالمفتاح اللي معاها لأن أليكس ما كانش موجود في الشقة. ولما دخلوا لقوا ان أليكس مغطي الجدران كلها بورق فويل، وفهموا انه عمل كده عشان يمنع الترددات الصوتية انها توصل له. وبيرس لقى دفتر لأليكس كان كاتب فيه بطريقة كتابة انه مقسم كل 4 حروف مع بعض، واخر حاجة كتبها انه بيتعرض لهجوم من الحكومة الامريكية والدكتورة تشاندلر هو الوحيد اللي يقدر يساعدني. وكيت وبيرس عرفوا عنوان الدكتورة تشاندلر، وطلع انه دكتور باطنة مش دكتور نفسي. ولما راحوا له بيرس سأله ازاي كنت بتتعامل مع مريض نفسي زي أليكس، وتشاندلر جاوبه وقال له أن لما يجيلي واحد بيدعي إنه بيعاني من آثار التعرض لموجات الراديو منخفضة التردد أنا هعامله على إنه مريض بيعاني من فرط الحساسية الكهرومغناطيسية. وبيرس شرح لكيت إن الناس اللي عندهم المرض ده بيعتقدوا إن حاجات زي التليفونات واللاسلكي بتسبب لهم صداع وأرق ومشاكل في الذاكرة. وتشاندلر قال له في الحالات اللي زي دي أنا بعطي للمرضى أدوية تقلل من الأعراض اللي عندهم، وبنصحهم يبتعدوا قدر الإمكان عن الحاجات اللي ممكن تسبب لهم أعراض زي دي. وفي حالة أليكس أنا نصحته إنه يبعد عن أي مصدر للمجالات الكهرومغناطيسية قدر الإمكان، ولو هو عايز يبعد عنها تماما ففي منطقة يقدر يروح لها فيها المواصفات دي. وكيت وبيرس راحوا لمدير جاك وقالوا له على المنطقة اللي تشاندلر يقصدها، وعرفوا إن اسمها المنطقة الهادئة موجودة بين ولاية فيرجينيا وفيرجينيا الغربية، لأن المنطقة دي هي منطقة تلسكوبات، ولما اتعملت كان المقصود إنها تبقى بعيدة عن أي حاجة بسبب موجات كهرومغناطيسية عشان ما تأثرش على التلسكوبات، يعني تعتبر منطقة معزولة عن التقدم التكنولوجي. وكيت وبيرس عرفوا انهم هيسافروا هناك عشان يدوروا على أليكس. لكن دوني لما عرف ان كيت هتسافر كان عايزها تأجل السفر شوية لان اجتماع العشاء بكرة وكان عايزها تكون معاه، بس كيت رفضت عشان عايزة تكمل القضية. لكن الحقيقة انها كان عندها سبب تاني، وهو انها متضايقة من وجود شيلبي قريبة من دوني، وكمان لانه حكى لشيلبي عن حاجة خاصة في حياتهم زي خيانته. ودوني دافع عن نفسه وقال لها ان لما هو يعترف دلوقتي بالخيانة افضل ما يترشح وبعدها الصحافة تدور وراه ويعرفوا اللي مخبيه، وساعتها صورته هتبقى وحشة قصاد الناس ومش هينجح في الانتخابات. وكيت سابته وسافرت هي وبيرس، والمنطقة اللي راحوا لها كانت عاملة زي المدن الصغيرة المعزولة اللي بتكون على الطرق السريعة. وقابلوا هناك المأمور في مطعم صغير وسألوه إن كان لاحظ راجل جديد على المدينة، بس هو ما كانش عارف، وطلب من كيت تقفل تليفونها عشان ما يأثرش على التلسكوبات، وكمان ما فيش هنا شبكة تليفون أصلا. وواحدة من اللي قاعدين اسمها ماري عرفتهم إن وهي بتجري النهاردة سمعت صوت ضرب نار، بس ما شافتش مين اللي كان بيضرب، وقالت لهم على المكان. والمأمور خرج مع كيت عشان يروحوا للمكان اللي قالت عليه ماري، وبيرس كان هيروح معاها لكن كيت ما وافقتش لان أليكس اكيد مسلح والوضع هيكون خطر على بيرس. وبيرس تخيل انه شايف الراجل اللي كان بيتكلمه في السماعات. وماري اتكلمت مع بيرس وقالت له المكان هنا هادي وجميل جدا، انا في دكاتره كتير ما كانوش عارفين يعالجوني لغايه ما جيت هنا،
وبيرس عارف منها إن عندها فرط الحساسية الكهرومغناطيسية، وحكت له إن الأعراض بدأت تظهر عليها من 7 سنين لما كانت شغالة صحفية في واشنطن، ووضعها فضل يبقى أسوأ لغاية ما بقتش قادرة حتى تشتغل. ووقتها سمعت عن المنطقة دي ونقلت حياتها كلها هنا، ومن ساعتها وهي مستريحة وكل الأعراض اللي كانت عندها راحت. دي حتى كمان ألفت كتاب عن المدينة هنا وعن تأثيرها على الناس اللي زيها. وبيرسا كان رأيه إن فعلا المكان هنا هادي وبسيط ومريح، بس مش السبب إن مفيش هنا موجات كهرومغناطيسية، وما كانش مقتنع بجزئية إن المكان بيعالج الناس. أما ماري فكانت مصدقة إن المكان هنا بيعالج الناس اللي زيها. بعد كده كيت ومأمور وصلوا المكان اللي قالت لهم عليه ماري، وكان في واحد هناك بيضرب نار، وكيت هددته بالمسدس، بس طلع إنه واحد من سكان المدينة اسمه جاري، والمأمور عارفه وعلى طول بيجي هنا عشان يتدرب على الرماية. والمأمور سأله إن كان شاف حد تاني هنا النهاردة، وجاري قال له إن ماري كانت بتجري ووقفت سلمت عليه ومشيت. وكيت فهمت إن ماري ضحكت عليهم وإنها قصدت تتوههم. في الوقت ده ماري كانت بتتكلم مع بيرس، وشافت أليكس جاي على المطعم، وقامت بسرعة دلقت اللبن على بيرس عشان تشغله، وشاورت لأليكس عشان يمشي، لكن بيرس شافها وشاف أليكس بيهرب، وكان عايز يكلم كيت بس المدينة مفيش فيها شبكة. والراجل اللي بيتخيله قال له خد مفاتيح عربية ماري وروح ورا أليكس. وبيرس كان متردد لأنه ما ساقش عربية من 20 سنة، بس في الآخر أخد مفاتيح عربية ماري وركب عربيتها وطلع ورا أليكس، وفضل ماشي لغاية ما دخل غابة، بس فقد أثر أليكس ومعرفش يلاقيه. والراجل اللي مع بيرس قال له فكر كأنك أليكس عشان تعرف تلاقيه. وبيرس لاحظ إن في يوفط متعلقة بأرقام الأكواخ اللي في الغابة، وتوقع إن أكيد أليكس مستخبي في كوخ منهم، وأكيد هو الكوخ رقم 4. وجاي يرجع بالعربية عشان يجيب كيت تقتحم المكان، بس العربية غرزت في حفرة وكده بقى لوحده. وفجأة أليكس جه من وراه وهدده بالبندقية وأخده للكوخ بتاعه. ولما كيت وصلت لماري ما لقيتش بيرس، وماري قالت لها إنه سرق عربيتها وهرب بيها. وكيت ما كانتش مصدقة لأن بيرس مش بيسوق، بس لما فكرت عرفت إن أكيد حاجة مهمة جدا أجبرت بيرس إنه يسوق عربية، وفهمت إنه أكيد شاف أليكس، وهددت ماري عشان تقول لها كل اللي تعرفه عن أليكس. وماري حكت لها إن أليكس قرأ الكتاب بتاعها وتواصل معاها، ولما شرح لها الحالة المرضية اللي عنده عرضت عليه إنه يجي يعيش هنا، وفعلا جالها هنا امبارح وكان قلقان وخايف. فماري قالت له أجر كوخ من اللي في الغابة ونتقابل النهارده في المطعم عشان نتكلم سوا، بس لما انتوا جيتوا النهارده وسمعتكم بتتكلموا عنه خفت عليه، فكنت عايز ابعدكم عنه لغايه ما يفضل هنا شويه كمان، وبعدها هيرجع لطبيعته لانه اصلا شخص كويس هو بس مريض. بعد كده عند بيرس أليكس كان مفكر ان بيرس عميل حكومي وانه عارف مكانه عن طريق قراءة افكاره بالترددات بتاعة الراديو. وبيرس فضل يقنعه انه دكتور وانه مش عميل حكومي، وقال له انا عارف الدكتور تشاندلر وهو قلقان عليك جدا. وأليكس ما كانش مصدقه وفتشه، وطلع من جيبه دفتر الاف بي اي اللي بيرس كان خده من زميل كيت في الاول. وأليكس اتاكد ان بيرس عميل حكومي، وكان متوتر جدا وعمال يكتب في ارقام تقبل الاسم على 4. وبيرس كمل له الارقام عشان يوضح له انه فاهم طريقه تفكيره. واليكس قال له انا بحب الارقام مش بتاذي حد. ووراله الدولار الفضي اللي بيحبه لان عدد النجوم اللي فيه 13، اللي هي بالنسبه له 1 زائد 3 يساوي 4. وبيرس قال له وكمان سنه انتاج الدولار اللي هي سنه 1921 لو اضفتها على عدد النجوم اللي عليه الرقم وقتها هيقبل الاسم على 4. واليكس فرح ان في حد بيفكر زيه وفهمه. وبيرس قال له انا عارف انك مش بتثق في الناس، بس انا عايزك تثق فيا، اوعدك اني هساعدك. بعد كده كيتو والبوليس وصلوا عند الكوخ اللي ماري قالت لهم عليه، ولما دخلوا لقوه فاضي. واليكس وبيرس في الوقت ده كانوا قاعدين جنب البحيره، واليكس كان عمال يعد الزهور اللي في المكان، وبيرس اخد واحده منهم وقلد شخصيه كانت في برنامج قديم، واليكس طلع انه بيحب نفس الشخصيه دي. وبيرس قال له انا كمان زيك مش بحب جهاز الاشعه السينيه اللي في مبنى الاف بي اي. انا عارف انك كنت عايز تبوظ الجهاز عشان الاصوات اللي في دماغك تقف. انا كمان بسمع اصوات في دماغي، بس علمت نفسي ان الاصوات دي مش حقيقيه واوقات كتير ممكن تضرني. وسأل أليكس انت لسه بتسمع اصوات هنا؟ واليكس عرفه انه لسه بيسمع الاصوات في دماغه. وبيرس قال له انت لسه بتسمعها برغم اننا دلوقتي موجودين في منطقه موجات الراديو ما تقدرش توصل لها، يبقى كده الاصوات هتجيلك منين؟ لازم تقتنع ان انت فعلا مريض ومحتاج تتعالج، والموضوع اللي عندك ملوش علاقه بموجات الراديو. وكيتو البوليس فضلوا يدوروا لحد ما شافوا بيرس واليكس، وكان معاهم قناص مصوب السلاح على اليكس ومستني امر كيت عشان يقتله، بس كيت خلته يستنى لان اليكس ما كانش مواجه بندقيه على بيرس. وبيرس قال لأليكس انا برضه مريض زيك بس اقدر اساعدك ان الاصوات تختفي لو وافقت. واليكس وافق وبيرس طلب منه البندقيه، بس لما أليكس جاي اداها له القناص فكر ان أليكس هيقتل بيرس فضرب عليه نار، وبيرس جرى عليه ولقى ان الرصاصه جت في الدولار المعدني اللي في جيب أليكس، ويا دوب بس عملت له جرح صغير. وبالليل كيت كانت بتتكلم مع بيرس وبتقول انها كان لازم تحضر العشاء مع دوني، وكانت زعلانه انها ضغطت عليه جامد، بس في نفس الوقت هي قلقانه ان دوني يغلط زي زمان ويخونها مع شيلبي، ودماغها كان عمال يصور لها سيناريوهات كتير ان دوني بيخونها. وبيرس قال لها انا طول السنين اللي فاتت ما قدرتش اخلي الاصوات او الخيالات اللي في دماغي تقف، بس بقيت اقدر افرق ان كانت بتساعدني ولا بتضرني، ولو كانت هتضرني كنت بطنشها. وكيت سمعت كلامه وخرجت تكلم دوني من كابينة التليفون الارضي، بس الرد الآلي كان شغال، وسجلت له رساله بتعتذر له فيها انها مش معاه في الاجتماع النهارده واتمنت له التوفيق. في الوقت ده دوني كان في اجتماع العشاء مع اعضاء الجمعيه، وشيلبي اتكلمت معاه وقالت له الاعضاء كلهم معجبين بيك وباركت له على الترشح، وبدات تتكلم معاه كلام بعيد عن نطاق الشغل وبسته من خده.
بعد كده أليكس دخل المستشفى وبدأ يتعالج، وراندي زوج نينا هيتحاكم بتهمة قتل المحقق جيف. خلصت الحلقة، سلام.